عندنا موضة دلوقتي اللي الولاد بقوا يروحوا للبنات ويقول لها أنا معجب بيكي وبحبك، بس أنا ما عنديش القدرة دلوقتي أو مش هعرف أتجوزك. والحقيقة إن موضوع العاطفة أكيد أكيد دي حاجة كويسة والحب حاجة حلوة، بس انت هناك بتعملي ايه؟ يعني انت قاعدة في علاقة وهو جاي وصريح معاكي وبنقول ما شاء الله الله أكبر، هو صريح وقال من الأول اللي هو مش هينفع نتجوز دلوقتي. انتي بقى انتي قاعدة هناك بتعملي ايه؟ يعني مستقبلك ايه معاه؟ ايه اللي معطله؟ طيب بعدين لما تعوزي تتجوزيه ايه موقفك ساعتها؟ بيبقى في علامات كتيرة قوي واضحة بتدل للراجل ده او الشخص ده داخل داخلة جد ولا لا. فهو بقى يعني بيلعبها بذكاء كبير قوي. انا جاي وبحبك بس انا مش هعرف اتجوزك. فما تغلطيش غلطة بنات كتيرة قوي قوي ضيعت حقوقها وضيعت عمرها مع علاقات ملهاش أي مسمى. الالتزام ده أولا وأخيرا هي حاجة أساسية في أي علاقة بينك وبين الولد. الولد بقى اللي جاي بيقولك أنا بحبك، أنا بموت فيكي، لا يا حبيبي لما تبقى جاهز للجواز ابقى تعالى كلم بنات الناس.